كيفكن يا صبايا؟ يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم. أنا حبيت إني أصور هالمناظر طبيعية وكتير حلو. اللهم صل على سيدنا محمد. الصبايا طلبوا مني طريقة الكيك، واليوم بدنا نساوي كيك حلو مرتب للضيوف، للمناسبات، للأولاد الصغار يحبوا هيك شغلات. خلوكن معنا لنبلش سوا، ولا تنسوا الإعجاب أو الاشتراك، وخلوكن معنا للأخير. هيا الصبايا المقادير. هدول هن جهزتن. هاي كاس سكر، كاس ونص طحين، كاسة لبن، نص كاسة لبن، نص كاسة زيت، نص كاسة جوز الهند، ليمون، فانيليا وكمبودر وبيضتين. هون يا صبايا جهزنا. هلا بدنا نجهز. حطيت البياض البيض لحال وصفار لحال. كيف رمضان معكم؟ إن شاء الله تمام. والله يعني الحمد لله تمام رمضان معنا. حطينا ظرف كمبودر وخفقناه منيح، حطيناها على الجنب. هلا بدي احطه على الجنب. وهالصفار البيض كمان، وفي ظرف فانيليا مشان النكهة، وتعطي. هلا بخفقه هون. حطينا نص كاسة لبن وخفقيها منيح. لو بدكم مثلا تسووا هالطريقة بصراحة كتير كتير تطلع حلوة ومرتبة وطعمة غير، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، غير شكل بيطلع. وهلا بدنا نضيف الزيت نص كوب، وكمان بدي خفقه. لو تحبوا مشان العيد ميلاد مرتين نفس هالطريقة، مثلا بتحبوا بني لون كاكاوي تساووا، ومرتين بتكون تساووا مشان يطلع 4 طوابق. نحط السكر ذوبته، يعني شغل دقيقتين هيك بحركه منيح مشان يدوب معنا السكر منيح. وتعطي الطعمة. كاسة بيكفي لهالمقادير. وجوز الهند أنا بصراحة حطيت، مرات بحط مرات ما بحط، يعني حسب كل واحد ذوقه، وحسب كل واحد. مرات تحبي تتفنني بالجاتو، تتفنني في شغلات هيك. بصراحة كتير طيب بيطلع. وحطينا بشرنا الليمون مشان الطعمة والنكهة كمان تطلع طعمتها غير. هاي هلا بدنا نفضي بياض البيض ويطلع شي، ان شاء الله يطلع شي مرتب. حطينا طحين، كاسة ونص طحين. و انتو حسب كل واحد، حسب العيلة، حسب العدد. أنا لو مثلا يكون عندي مناسبات مرتين بساوي هالطريقة، مثلا مرة بساويها بالكاكاو، ومرة تكون سادة مشان ساوي بحشية، وبساوي اللهم صلي على سيدنا محمد بصير 3 4 طوابق، وحسب التحشية بالفواكه والكريمة. وبيطلع النتيجة كتير حلوة وراقية، وتزيين كمان اللي بالك بدك تحطيه للعيد ميلاد. ودهنا الصينية الجنب بالزيت. وأنا دائما بتركها على الجنب شغلة دقيقتين كمان. والفرن بيكون على 100 على 200 الحرارة. بخليها 30 دقيقة حسب كل واحد فرنه.
هون ثقبته كله هيك، قلت مشان سويت على الجنب صوص شوكولا. جهزته بس ما صورته، جهزته حطيت نص كاسة. هي الصبايا حطيت، بس كانت سميك الصوص شوي سميك، ما نزلت للأسف الشديد، ما نزل تحت. و... وهون كمان فكيناه مشان بدنا نزينه كل واحد حسب موجود اللي عنده بالبيت. بدنا نزين الصينية أو قالب الكيك. وهيك طلعت معي، جبت المكسرات. ويا ريت لا تنسوا الإعجاب أو الاشتراك لو حبيتوا. هاي هي الطريقة. وحطينا بقى فستق الحلبي والبندق المبشور، زينت. ويعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نشوفكم بأيام الجاية.